يا مساء الفل. النهارده هنعمل الاكله المفضله عند جوزي. طالما هعمل بط لازم يطلب مني الكشك الصعيدي المطبوخ، حتى لو كنت هعمل حاجه تاني يقول لي لازم طبق الكشك مع البط. فقلت بقى اصوره وانزل لكم طريقتي وتقولوا لي لو عجبتكم في التعليقات. لايك بقى للفيديو عشان اتشجع كده وانزل وصفات، لان عندي حاله من الكسل غريبه مش عارفه ليه. اللي مش مشترك كمان في القناه يا ريت يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله اشعارات باي وصفه جديده بننزلها. يلا بقى كده نشوف البط والكشك بتاعنا هنحضره ازاي، وكمان قدمت معاهم الرز حبه بحبه. طبعا البطه بتاعتنا غسلينها غسله حلوه جدا، وبعد كده كمان عشان ما يبقاش فيها اي زفاره طبق فيه ميه هحط فيه معلقه من الملح، معلقه من الكمون، ورق لورا، بصله كبيره كده متقطعه، وبعد كده هحط معلقتين كبار من الخل، وكمان هعصر ليمونه وهحط القشر بتاعها في قلب الميه. هندي بقى تقليبه للحاجات دي كده مع بعض عشان ندوب الملح. كده جهزنا المحلول اللي هننقع فيه البطه عشان ما يبقاش فيها اي زفاره وتبقى ريحتها حلوه. هاخد البطه كده وهنزلها في قلب الميه، وهحط باقي الحاجات اللي معاها الرقبه والجناحات بتاعتها، وهسيبها كده بقى لمدة ساعتين قبل ما اعملها، او لو هعملها تاني يوم وعندي وقت ان انا اعملها من بالليل يبقى حلو قوي. كل ما بقعدها كده في المحلول ده بتبقى ريحتها حلوه وما فيهاش اي حاجه، بحطها كده واجهزها واشيلها في التلاجة، وتاني يوم بطلعها وابدا ان انا اشتغل فيها على طول. دلوقتي بقى هاخدها كده وهشيلها، وبعد كده تاني يوم هنبدأ ان احنا نسلقها. هحط مية كده في الحلة، واول المية ما هتغلي هبدأ انزل كده فيها البطة بتاعتنا. كده تمام قوي. طبعا اول ما تطلع معايا اي ريم او اي حاجة كده على الوش هبدأ ان انا اشيلها. عشان نبدأ نحط بعد كده بقى حبة من الطماطم وحبة بصل وورق لورا وحبتين كده من الحبهان، يعني وحدتين مش بنكتر. هحطهم كده بقى وهسيبها لحد ما هتستوي. ما حطيتش ملح، الملح بحطه لما تقرب ان هي تستوي. كده تمام. هغطي عليها بقى واسيبها كده لحد ما تستوي معايا. تعالوا بقى بعد ما استوت هبدأ اجهز الكشك المطبوخ بتاعي. في حلة كده احط بقى معلقة كبيرة كده من السمنة، وهبدأ انزل كده بصلة مقطعاها صغير بالشكل ده، وهنبدأ نشوحها كده لحد ما تحمر معايا. وادي البطه بتاعتنا بعد ما اتسلقت. طبعا هنحتاج الشوربه بتاعتها في تحضير الكشك. هكون غاسله 5 حبات من الكشك وهحطهم في طبق، وبعد كده هبدا اضيف عليهم الشوربه عشان يتطرى كده ويلين معايا. هنركن بقى الطبق ده كده على جنب، وتعالوا في طبق تاني هنحضر 3 معالق من الدقيق، ده اللي هنظبط بيه القوام بتاع الكشك. ما تكتروش عن كده علشان ما يبقاش الكشك معاكم يعني سميك قوي. وهكون محضرة كوباية من الشوربة. هنبدأ دلوقتي نضيفها على الدقيق ونقلب وندوب كويس، عشان بعد كده الدقيق لما نضيفه ما يكلكعش معايا ولا أي حاجة. تمام. هنقلب بقى الدقيق كويس كده في الشوربة. أنا بحب أضيف شوربة على الدقيق وعلى الكشك، ما بحبش أضيف مية. كده تمام قوي. تعالوا بقى نرجع للبصلة اهي اتحمرت معايا. هبدأ أضيف بقى عصير الطماطم، وهغطي عليها واسيبها بقى لحد ما هتتسبك. وهي بقى بتتسبك تعالوا بقى نحمر البطه بتاعتنا كده على البوتاجاز بسرعه. هحط بقى معلقه كبيره من السمنه في صينيه على البوتاجاز، وهحط معاها معلقه كده من الزيت. الزيت مع السمنه بيدي معايا لون حلو قوي للبطه. حابين تحمروها في الفرن مفيش مشكله، انا بحب احطها كده على البوتاجاز بتدي طعم حلو، وببقى متابعاها كده وانا واقفه اشتغل في الكشك والحاجه اللي عندي. ده مع ده كده على طول ما بياخدش اي حاجه. طبعا هنقلبها بعد كده على كل ناحيه شويه عشان تتحمر كده من كل جهه. عايزين تغطوها برضو بتغطوها عشان ما تطيرش عليكم يعني سمنه او اي حاجه. ادي الطماطم اهي اتسبكت. هبدا انزل عليها بقى الكشك اللي احنا حطيناه في الشوربه،
وهندي كده تقليبة. يعني أسرع حاجة ممكن تعملوها مع البط. هديله بقى دقيقتين كده وهغطي عليه واسيبه، وهتابع برضو البطة كده هقلبها على الناحية التانية. الكشك كده تمام. هبدأ بقى انزل عليه المية اللي ضفنا لها سوري الدقيق اللي ضفنا له شوربة، وهنبدأ نقلب. هو هتبصوا تلاقوه تقل معاكم على طول اول ما هتضيفوه. حسيتوا ان القوام تقل معاكم بتضيفوا شوربه بقى وبتكملوا شوربه زي ما انتوا عايزين لحد ما تاخدوا القوام اللي انتوا عايزينه، عشان كل ما هيقعد على النار هتبصوا تلاقوه تقل. بصوا كده طبعا تقيل. هنبدأ نضيف شوربه لحد ما نظبط القوام اللي احنا عايزينه. احلى حاجه طبعا الكشك لما بنكون عاملينه بشوربه البط بيبقى طعمه تحفه. هنقلب برضو ونشوف القوام لحد ما نظبطه. محتاج برضو لسه شوية شوربة كمان، عشان كل ما هيقعد معايا هتبصوا تلاقوه تقل معاكم كمان. كده تمام قوي. قلبنا كده وظبطنا، هنطفي على طول. انا بحب اعمل الكشك وانا بحمر البط عشان نقدم على طول، لان يعني هو يعني حلاوته في ان انتوا تعملوه وتقدموه على طول. هنتابع بقى البطة ونكمل كده تحميرها على كل جهة. يعني بحاول كده اوقفها على الجنب عشان تاخد لون برضو من الناحية في الجنب، وهكذا. بسندها بقى بمعلقة، هي لو ثابتة تمام يعني مفيش أي مشكلة. أهم حاجة النار تكون متوسطة عشان تاخد اللون معاكم يكون مظبوط، ما يكونش يعني أغمق من كده. تمام. خلاص بقى كده الكشك بقى هنقدمه. وادي البطة برضو خلصنا تحميرها، هنطلعها كده ونقدمها مع الكشك. اثناء بقى البطه ما كانت بتتسلق كنت عملت رز حبه بحبه، بس ما صورتوش يعني ليكم. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. استنوني في وصفه جديده من اطباق ووصفات مع دودو، وباي باي.